بيتزا سهلة واقتصادية بعجينة طرية وناجحة وصلصة مظبوطة من أول مرة من غير فشل. هاتوا بقى أي مج بغطا أو طبقين فوق بعض أو كوبايتين فوق بعض، وهقولك السبب. انزلوا بكيس خميرة أو معلقة كبيرة خميرة ومعلقتين صغيرين من السكر، وهاتي بقى نص كوباية من المية الدافية. قلبوا بقى الكلام ده كله مع بعضه وغطوه بغطا أو بالكوباية التانية اللي أنا قلتلكوا عليها. انزلوا ببولة بقى ب5 كوبايات من الدقيق ورشة من الملح وكمان معلقتين كبار من الزيت، وافركوهم بقى كده مع بعض كويس جدا. انزلوا عليهم بقى بالخميره اللي سبناها حوالي 10 دقايق، وده تاكيد ان الخميره بتاعتنا مش بايظه، هتلاقوها بتفور وبتتضاعف كميتها. وابداوا بقى في عجن العجينه، وهتاخد من كوبايه وربع الكوبايه على حسب الدقيق بتاعك. وهنا بقى بدأنا نعمل الصلصه السريعه بتاعتنا. انزلوا بقى بكوبايه كبيره من صلصه الطماطم، وانزلوا عليها بمعلقتين سكر صغيرين ورشه ملح وكمان زعتر وبابريكا وفلفل اسود وكمان 3 فصوص ثوم مهروسه، واخرهم بقى معلقه كبيره من الزيت. وبكده الصلصه تبقى جاهزه معانا. ابداوا بقى قطعوا العجينه بتاعتنا على 3 قطع، هي بالظبط خدت 3 بيتزايات متوسطين. واهم حاجه هنا بقى ان انتوا ما تفضوش الهواء اللي فيه، يعني اما تقطعوها ما تعجنوهاش مره تانية. ابدأوا بقى قطعوها على 3 كور من غير ما نخرج الهواء زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك بس بقطع العجينه واركنها على جنب. هاتوا بقى صينيه مدهونه زيت كويس، وابدأوا بقى افردوا العجينه من جوه لبره. وهنا احنا هنعمل شكل عشان اطراف البيتزا، وانا هنا بقى حشيت اطراف البيتزا. لو انتوا مش حابين خلاص بلاش. والحشوات هنا على حسب ذوقك. انا عملتها سوسيس، ممكن تعمليها لحمه مفرومه وممكن تعمليها فراخ وممكن كمان تونه. لو حابين اعمل لكم خلطات لحشوات البيتزا في فيديو لوحده ممكن تكتبولي في التعليقات. رفعت بقى اطراف البيتزا عشان اعرف احشيها كويس، حشيتها وقفلت عليها ونزلت عليها بقى بالصلصه اللي احنا عملناها، ورصينا عليها بقى السوسيس بتاعنا وشرايح من الطماطم. انا هنا اكتفيت بشرايح طماطم بس، ورشيت عليها الموتزاريلا، ونزلت عليها بحلق من الفلفل الحار. لو انتوا مش عايزين بلاش. دي تركية انا بحبها جدا. بضرب صفار بيضه بشويه خل، وبقص بقى اطراف البيتزا بالمقص، وبعد كده بدهن بصفار البيض، وببدأ بقى ارشها بالسمسم. ودخلوها الفرن بقى على درجة حرارة 250، واول بقى ما تاخد اللون الذهبي ده يبقى هي خلصت. قطعوها بقى مثلثات والف هنا. شايفين بقى الجمال ده؟ يبقى كده عملنا بيتزا اقتصادية بعجينة طرية وكانت اقتصادية معانا، وكمان صلصة سريعة ما خدتش مننا وقت. شايفين الطراوة والجمال بتاع البيتزا؟ بجد انا عايزة اقول لكم ان هي رهيبة. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي واللايك الجميل اللي زي قلبكم.